Fotoğraf çekebilirsiniz. Var mı telefon? Emine Efe. Bu mu? مرحبا صبايا، كيفكن؟ الله يسعد لي اوقاتكم يا رب، من وين ما كنتوا عم تشوفوني باي وقت كنتوا عم تشوفوني. كيفكن؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. مثل ما شايفين انا رجعت بعد الغياب الطويل يلي تعودتوا علي فيه انه بضل غايبة عطول، بس مثل ما شايفين هالمرة غيابي مو لخير. صار عنا حريق وكان رح يحترق بيتي واحترق محل جوزي، يعني المستودع يلي مستأجره هو تحت بيتي، فالحمد لله رب العالمين يلي انقضت هيك وما احترق بيتي، يعني انقضت انه بحريقة بالمحل. هلا بحكي لكم كيف وليش وكيف صارت القصة كلها وكيف صار الحريق مشان انتو كمان تديروا بالكم. بس اول شي هيك حابة رحب بكل الصبايا والاخوات يلي انضموا لقناة جديد واقول لهم اهلا وسهلا فيكم عن جد. الحمد لله رب العالمين يلي بعت لي هيك صبايا عم بيجبروا خاطري، والله عم بيجبر خاطري بانه رغم اني ما عم بشتغل انا بالقناة هلا هالايام، يعني عم تيجيني ناس وعم بيجيني صبايا هيك حقيقيين يفرحوا قلبي ويجبروا خاطري باني استمر بالقناة. الله يسعدكم يا رب ويجبر بخاطركم مثل ما عم تجبروا بخاطري. واذا كنتوا عم تشوفوا قناتي لاول مرة وطلع هالفيديو قدامكم لاول مرة، بتمنى انكم تشتركوا بقناتي وتفعلوا الاشعارات لاقدر اوصل ل1000 مشترك باقرب وقت. الله يسعدكم يا رب ويجبر بخاطركم. هون هلا هاي اللقطة هي بعد الحريق ب3 ايام، طبعا هي بعد ما لملمنا الاغراض وكبينا البضاعة اللي بالمستودع والاغراض وشلنا، يعني بعد ما نظفنا المستودع على الاخير هيك دهنوا جوزي، لانه بتعرفوا صاحب المستودع تركي وما بهين عليه، فالحمد لله انه اخر شي اندهن وانقضت هيك انه قدرنا ندهنه، لانه شوفت عينكم الحريق واصل يعني لاخر طبقة، يعني لعند لاخر طبقة بالحيطان، يعني يعني الحيطان بلشت تهر، يعني الف الحمد لله انه الله سترنا وانقضت على هيك. وانا رحت بنفس النهار، ما عاد قدرت اضل بالبيت، رحت لعند اهلي هون مثل ما شايفين، رحت لعند اهلي ونمت عندهم يومين. ليش؟ لانه انقطعت الكهرباء عندي بالبيت، وهو الحريق صار بسبب الكهرباء. جوزي اخذ من عندي من البيت كهرباء على المستودع، لان المستودع ما فيه كهرباء، هو اخده على قد سعره، يعني هو ما فيه كهرباء، وهيك مثل ما شفتوه يعني كتير على قد حاله هالمستودع يعني. بس انه ماشي الحال الحمد لله. بس الكهرباء من عندي من البيت فصار تماس، فانا رفعت القاطع فطقت انفجرت الشرطان. والله العظيم انا لا يرويكم منيح وقت اللي انفجرت الشرطان ما طقت عندي بالبيت وحب بيتي واحترق اولادي لا سمح الله. منيح يلي انقضت على انه المستودع. بس هون عم حط لكم لقطات من نومتي عند اهلي يعني. والله العظيم يعني شوفوا الله يسلم ايديها يا امي، حاولت قدر الامكان انه تغير لنا جو وهيك. شوفوا هون كمان انفه لابني الصغير كمان وقع بالحديقه وهيك راح كله تقريبا يعني كله انجرح وجرح كبير كتير، يعني اخدته على الدكتور كمان وجبت له دواء. ما بعرف ليش هيك عم يصير معنا، الله يحمي لي هالاولاد، بس كمان جرحه كان كتير بخوف. ومنيح اللي ما انكسر انفه لا سمح الله. الف الحمد لله على كل شي يا رب. هلا هذا المستودع نحنا ليش اخدينه؟ هلا نحنا مو نحنا اللي اخدينه، هلا انا جوزي موظف بشركة سورية، يعني شركة بضايع سورية، وجوزي بيوزع هاي البضايع. يعني جوزي هن عاطينه سيارة وموظف تقريبا مثله مثل اي موظف عادي، يعني مثل، بس انه بالفرق انه ما بيشتغل عند انه الاتراك. هاي الشركة السورية اللي هو موظف هو بيوزع لهم هاي البضاعة للمحلات السورية. عاد هي المستودع للشركة تقريبا، هنن اللي اخدينه. فهي البضاعة كلها يلي ما احترق من ندب فكله صار للكب، كله كبه جوزي، يعني كلهم صاروا للكب. الف الحمد لله على كل شي وكله بيتعوض وبس. يعني الف الف الحمد لله انه يلي الله بس حمالي هالولاد، ما بقول غير هيك. الله يخلي لكم اولادكم يا رب ويحمي لكم اياهم. انتم كمان ديروا بالكم من موضوع الكهرباء ولا تستهينوا بالموضوع ابدا. وكمان الجو كتير شوب هون، كتير نار، ما بعرف اذا هالموضوع اثر، اكيد اثر، يعني انه الحرارة والجو اثرت كمان كتير على ال- الحريق وهيك وقت اللي صار. بس والله انا ما قدرت استوعب الصدمة اول يوم،
تاني يوم لاستوعبت الصدمة يعني. عن جد انه صرت اول يوم ما استوعبت والله، هيك مصدومة ضليت. هو صار هديك الجمعة كان على صلاة الجمعة اذان، يعني على صلاة الجمعة وقت كانت العالم عم تصلي صار الحريق، والاتراك الله يجزيهم الخير يا رب جابوا الاطفائية وما قصروا مثل ما شفتوا. هاي هون بعد ما رجعت، بعد يومين 3 رجعت على البيت، فاشتغلت الكهرباء الحمد لله، اشتغلت عندي. بس شو اشتغلت نهار وتفصل نهار، تشتغل نهار. انا وقت اللي عم بفصل عندي قاطع هلا ما عم بسترجي يعني ارفعه، والله العظيم من يومين ارفعه هيك صار عندي من ما بعرف كيف هيك، كيف استرجيت ارفعه والله العظيم. رجع ينزل، خفت ترجع تنفجر الشرطان او شي، والله ضليت يعني اكتر من 3 ايام تنفصل وهيك، واضل قاعده بالكهرباء لحتى قدرنا نجيب مصلح وصلح لنا اياها. ولحد هلا يعني والله هاللمبات احترقت عندي، يعني لحد هلا عم تحترق عندي لمبات وهيك. عن جد صبايا ديروا بالكم من موضوع الكهرباء، اذا فصل عنكم قاطع او شي، لا انه يعني خدوا حذركم من هالموضوع. يا حرام انا اولادي كتير صار عندهم فوبيا من الكهرباء، يا حرام بس فصلت كهرباء عندي او شي، او انه لمبة عم توقف او عم يطفي ضوء، والله يا حرام عم يطلعوا برات البيت، صار عندنا عقدة نفسية من الكهرباء. عن جد صبايا ديروا بالكم. وعلى فكرة حتى فرني احترق، يعني هي الطبخة عملت هي الطبخة وعملت طبختين غيرها والله العظيم، واحترق فرني، ولهلا انا بلا فرن. يعني بتعرفوا الفرن الكهرباء ايده ورجله للمرة بالبيت يعني. والله ما بعرف شو بدي احكي لكم على الموقف، بس وحياة الله الله لا يدوق على حدا، والحمد لله انه انقضت هيك. تاني يوم والله فقت من النوم عم ببكي، نفسيتي كتير تعبت. اقل لاختي يعني انه الحمد لله ماني عم صدق كيف الله، الحمد لله رب العالمين انه تلطف فينا هيك وحمالي هالولاد. وانه وقت اللي انفجر هذا الشرطان انفجرت قدام عيني هيك، انه كيف طلعت الحريقه تحت بالمستودع، وشفت هالاتراك طلعوا لعندي وعم يدقوا الباب، خلعوا الباب هن الله يجزيهم الخير، لان جوزي كان بالبازار عم يجيب لي اغراض البازار. دقيت له قلت له تعال المستودع عم يحترق. والله العظيم يا يعني الحمد لله انه كانوا متعاونين معنا، واجت الاطفائيه واجا البوليس. الحمد لله انه هلا بهالوضع هيك السوريين وضعهم حساس شوي باسطنبول، مليح انه ما تاثرنا كتير بهالموضوع، الف الحمد لله. بس شو بدي احكي لكم، لا احكي لكم والله العظيم من قلبي طالع الحكي، ما بعرف كل ما عم بتذكر. عم دور انا هلا على بيت جديد، لانه انا الصراحه من الاساس عم دور. شوفوا يعني ماني مرتاحة كتير بالبيت، ومطبخي كتير صغير وهيك فيه ألف قصة. هلا هون نسيت أقلكن صحيح شو عم بعمل والله يعني ما واخذوني على هالمناظر انه الطبخة وهيك، انه وراها لفتة جلي وما بعرف شو. عن جد منيح يلي وعيت اطبخ والله العظيم، ضليت شقد ما الي نفس اعمل شي بالبيت. عم بعمل صينية بطاطا ودجاج بنكهة الفروج المسحب. هي فروج مسحب بس ما بعرف طلعت فروج مسحب على صينية بطاطا ودجاج، ما بعرف كيف طلعت، الحمد لله طلعت ظريفة. هلا هون انا مطبخي كتير كتير صغير، يعني صبايا ما يعني ما عم بقدر صور منه غير هي الزاوية. يعني شلون بدي اقلكن، حتى عند الغاز، عند محل ماني حاطة الغاز اللي بطبخ فيه اللي كانت ساكنة قبلي، كمان حارقة السيراميك، حارقة السيراميك محل ما بطبخ وبعمل قهوة، فما بقدر صور هنيك كتير. فادعولي يا صبايا الله يطعمني بيت جديد هيك يسر قلبي وخاطري لانه عن جد كمان كله رطوبة وما بتفوت عليه الشمس زيادة. يعني الحمد لله رب العالمين، بس فيه ألف علة والله. يعني ما بتفوت الشمس كتير، وولادي بضلوا عم بيسعلوا من الحساسية وهيك، والله اوضتهم خربت، عملت لهم اوضة وهيك بس والله خربت يعني من الرطوبة وهيك. بتعرفوا انتو كيف وضع البيوت بتركيا. لا هي القصة تقريبا صارت معنا من اسبوعين، يعني هذا الحريق صار من اسبوعين. بس انا كمان مريضة وهيك وتعبانة، وعم روح على المشفى كتير، وعم روح عملت تحاليل كمان هداك الاسبوع. هلا هذا الاسبوع بدي روح اجيب النتيجة، فادعولي يا صبايا تكون هيك ما يكون شي، لاني عطول تعبانة وعطول ما عم بقدر يعني اشتغل كتير، وعطول نعسانة ومرهقة وهيك. فانا بعرف انه معي فقر دم وهيك، بس بتمنى انه ما يكون شي تاني يعني. فهلأ ناطرة النتيجة من هيك. يعني الواحد عن جد ما بيجي احيانا نفس كتير، او ما بيكون عنده فضا انه يصور ويشتغل وهيك. بعرف انه اليوتيوب ما بيعرف بهالامور هاي، بس شو بدي اعمل، هاي حالتي وولادي صغار. يعني هلا راحوا مع ابوهم لحتى قدرت انا اسجل، والله العظيم صار لي قديش عم بمنتجه بس بده تسجيل، بس صار لي اكتر من 4 ايام ما قدرت اني اسجل الصوت عليه. شو بدي اعمل، هي حالتي. قلت يلا ما رح اضغط حالي كتير، بلكي ان شاء الله الله بيسر لي وبقدر منتج اكتر وانه اعمل فيديوهات اكتر.
بس الواحد صحته وعافيته اخر شيء اهم شيء يعني. وهيك هون هي عملت الحمد لله تعزيلة بالكلور بعد الدجاج. عن جد عندي عقدة نفسية من الدجاج وقت اللي بعمله او هيك، فبقوم تقريبا بعمل تعزيلة للمطبخ بالكلور. حتى ما بقدر يعني اعمله هيك بدون سلق او شيء، اني حتى لو بالفرن فبحطه بعمله نص سلقة قبل ما احطه بالصينية بالفرن، بعمله نص سلقة هيك على الغاز وبحط له منكهات. هيك كل ما عندي طبخة دجاج هيك بعمل له نص سلقة. ما بعرف هيك بتطلع الزفر منه، اذا فيه دم بيطلع هيك ما بترتاح نفسيتي غير اذا طبخته بهاي الطريقة. عن جد اعذروني اني ما قدرت اعطيكم الوصفة او احكي لكم انا كيف عملت الدجاج وهيك، بس عن جد كتير مشتاقة لكم وحابة احكي لكم اخباري والله. بس يمكن شفتوا قدام عينكم كل شي حطيته. حطيت معلقتين لبن ومعلقة دبس بندورة وبهارات، كل شي عندي بهارات، كل شي عندكم بهارات حطوها، كزبرة، بهارات كبسة، بهارات شاورما، كل شي. ببقى بعملها شي مرة تانية وبعطيكم هيك الوصفة، بس هلا والله عقلي ما عم بيجمع. بس هاي عم قلكن اياها بالمختصر. كل شي عندكم بهارات حطوها، هي اذا طبعا بدكم الوصفة. ومثل ما بلشت بالقناة وقلت لكم خدوا فكرة وطبخوا بكرة، فيكم هلا تاخدوا فكرة وتطبخوا بكرة. الله يسعدكم يا رب. اكيد كل شي من ايدكم بيطلع طيب. هون هلا بعد ما خلصت هيك المجلة وتلييف وكلور وما بعرف شو وراحة نفسية على الاخير. وهي هون المصحنة، حتى هي مصحنة الجلي كمان ليفتها وعملت لها تلييفي بالكلور كمان. هيك كل يوم بعملها. عن جد انا بستغرب من الناس يلي ما بتستعملها او انه قال ما بتحبها وهيك. في ناس عن جد كتير بشوفها انه بتحط الجلي على قماشة ما بتحطه بقلبها. لا خلص، عن جد كل يومين بعمل لها نقعة بالكلور وبليفها وخلاص يعني. وما احلاها بتضب لي نص الجلي مثل هي الجلاية عندي اياها. عن جد عن جد صبايا هيك شو ما كان شكل المطبخ وقد ما كان حجمه، عن جد وقت اللي هيك بنضبه وما بنخلي عليه جلي ولا كاسات ولا شي، وبنكون هيك مليفينه بالكلور وريحة النظافة طالعة منه، فعن جد كتير بترتاح نفسيتنا. يعني الله يطعمني يا رب مطبخ احسن وبيت احسن، والله يطعمكم يا رب. بس عن جد هيك وقت اللي بيكون هيك نظيف وما في عليه جلي فهي راحة نفسية. هيك طلع شكل الطبخة النهائي اخر الشي. ونسيت قلكن انه قبل ما تستوي، يعني وقت اللي استوت نص سلقة، عفوا نص استوى، اخذ عقلة السلقة. اخذ عقلة السلق. والله اولادي عم يدق الباب كل شوي، نزلوا مع ابوهم على المستودع، طلعوا لي عيني قد ما من لحتى عم يخلص هالتسجيل، وما عم يخلوني اعرف سجله. صار لي ساعة الله وكيلكم. كمان طلعتها ورجعت حطيت لها من هي التبلة كمان قبل ما تستوي، فلهيك تحمرت زيادة. هلا هون الفيديو خلص، بس والله انا قد ماني مشتاقة لكم فحطيت هذا المقطع زيادة مشان احكي معكم اكتر يعني. وما عاد حبيت الفيديوهات الطويلة هيك مشان ما تملوا او تضوجوا او انه ما يكون عندكم وقت، فعم حاول اقصر الفيديو قد ما فيني. هيك هذا المقطع صورته عند اهلي من على البرندة، حطيته مشان اقدر احكي معكم اكتر. الله يسعدكم يا رب. لا تنسوني من دعمكم، واذا كنتوا برجع بقولكم اذا عم تشوفوا هالفيديو لاول مره بتمنى توصلوني لل1000 مشترك وتشتركوا بالقناه لتشجعوني اني استمر اكتر. وان شاء الله يا رب تكونوا حبيتوه واستفدتوا شوي منه. وديروا بالكم من الكهرباء، برجع بقولكم ديروا بالكم وعن جد حالكم وعولادكم من الكهرباء، ولا تستهينوا بالموضوع. رح ارجع لكم بفيديو جديد ان شاء الله، وادعوا لي يا رب ما يصير معي ظروف تعطلني كمان على القناة. الله يسعدكم يا رب، وبشوفكم بفيديو جديد. لا تنسوا تحطوا لي لايك والتعليق، الله يجبر بخاطركم يا رب.